السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتكم ميد فور سوينغ. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم الطريقة باش كندير الجيب كيفاش كيشيط ليا القماش من البنطلون. الطريقة زوينة كنديرها بنفس الثوب ديال البنطلون، خير من هاد الفورو او التبطين، لحقاش هاد الفورو او التبطين مع المدة كيضيع، مع التصبين وداكشي كيضيع، مكيبقاش خدام مزيان، يقدر تطيح لك شي حاجه من الجيب. انا كنخدم نفس الثوب ديال التبطين، وكتجي الطريقه زوينه وما كيبقاش غليظ يعني في السروال وداكشي. المهم تابعوا معايا الشرح وغادي يعجبكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد. المهم الخوت اللي كيصادف الفيديوهات ديالي ولا اللي معايا في القناه، خصكم تبقاو تدعمونا واحد شويه وتشجعونا باش نديروا المزيد. المهم غادي نبداو في الشرح. هنا دابا عندها الصمتة صغيرة واحد شوية، ندخلو من هنا غير ب5 سنتيم ونص بالطريقة هادي، ونهبطو 18 ديال السنتيم كافية بهاد الطريقة. ركزوا معايا ونديرو واحد بحال هاد الطريقة هادي. هذا هو الجيب كيجي زوين. بهاد الطريقة يعني هنا هبطنا 18 وهنا ب5 ونص، يعني الا كان بنادم صحيح واحد شويه تهبط تخرج ب6، ومن هنا دير 19 كيجي الجيب مزيان. هاد لاطاي صغيره واحد شويه، هبطت ب18 وخرجت غير ب5 ونص. تابعوا معايا الشرح وغادي يعجبكم هاد الجيب. غادي نطويو هاد القماش اللي شايط لينا على 4 بهاد الطريقة، وناخدو طرف القدام نحطوهم بحال هاد الطريقة هكا، بحال هاد الشكل. نقادو مزيان باش ما يوقعناش شي خطأ. ايوا غادي نقطعوهم من هنا بهاد الطريقة. ومن هنا ايضا نقطعو من هنا. بهاد الطريقة، وغادي نحيدو الطرف ديال القدام، الطرف المهم ديال البياشة، وغادي نحيدو غير جوج من الفورو، علاقاش الفورو راه كاين على 4. غادي نحيدو غير جوج بهاد الطريقة هادي، وغادي نجمعوهم مع هذا بحال هكا، وغادي نقطعوهم، نخليو غير جوج طراف لتحت وغادي نقطعوهم بهاد الطريقة هادي بحال هكا.
صافي هذا ما غاديش نحتاجوه. وغادي نجيو نديرو هنا واحد الكرانه من هنا، باش تخلي لنا القياس هو هذاك. ندير واحد الكرانه من هنا، وغادي نحيدو الطرف. لا، قبل ما نحيدو الطرف غادي نجمعو هاد البانشة هادي بالطريقة هادي، ونخليو بحال هكا، ونحيدو الطرف. وغادي يبقى لينا دابا الفورو كما كتلاحظوا. ركزوا معايا، غادي نهبط من هنا واحد 3 سنتيم ولا 4 بهاد الطريقة هادي. بالطريقة هادي كما كتلاحظوا. غادي ندورها بحال هكا. دابا عندنا هنا جوج وهنا جوج، هذا هو الجيب ديالنا كما كتلاحظوا. طريقة سهلة وكيصبر بواحد المدة، ماشي بحال الفرو ما كيصبرش مع التصبين مع داكشي. المهم دغيا كيمشي الفرو. هادشي علاش قررت نشرح معكم هاد الطريقة هادي بنفس القماش ديال السروال. المهم غادي ندوزو دابا للخياطة ونكملو الشرح كيف دير تخيطو. تابعوا معايا. المهم الجياب هما هادو، والطرف القدام هما هادو. المهم الخوت اللي بغا الطريقة ديال الفصالة ديال هاد البنطلون نيت غادي تلقاوه في الوصف اسفل الفيديو. غتلقاو تما الفيديو درتو قبل من هذا، وتقدروا تعرفوا الطريقة ديال الفصالة. دابا غادي ناخدو هادو اللي مقطعين، غادي نعلموهم بهاد الطريقة باش نعرفوا الوجه. الطريقة هادي نحيدو واحد ونحطوه بهاد الطريقة هادي. نديرو الجيب الثاني بهذه الطريقة.
هاد الكرانت باش كيدور معنا الثوب مزيان. دابا غادي نهزو هادو، غادي نحطوهم بهاد الطريقة بحال هكا، وغادي نجيو هنا وغادي نلاقيوهم هكا. نشدوه من هنا بالطريقة. هذه هي الطريقة ديال الجيب. الجيب صغير زوين كما كتلاحظوا. دير له السورجي من هنا وغادي تخليه. غناكلو من هنا سنتيم في السنطة وسنتيم خياطة من هنا، كيبقى الجيب صغير وزوين. الا بغيتي مثلا دير الجيب بحال ديال الجين بهاد الطريقة هادي، يمكن لك دير جيب بحال هذا، ودير جيب بحال هاد الطريقة هادي ديال السيجار. المهم هذه هي الطريقة ديال الجيب الخوت، والسلام عليكم.